السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة روتين كده خفيف جدا جدا جدا، ترتيبات كده، مش عشان ان احنا بقى ايه خلاص زينا الشقة واتقلبت تاني نسيبها لحد العيد اما ننضف كله مع بعضه. لازم هيبقى فيه تنظيفات كل يوم وترتيبات كل يوم، وغسيل بيتلم من على الحبل ويتطبق كل يوم. هرتب كده مع بعض الريسبشن معاكم، وارتب كده السفرة زي ما انتوا شايفين كده اتقلبت برضو كده وحاجات عليها، وترتيبات كده خفيفة هنعملها مع بعض. فنبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تابعوا بقى، بس ما تنسوش اول حاجة اللايك والاشتراك للي اول مرة يتابعني. لايك للفيديو واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو انا بعمله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الروتين الخفيف بتاعنا مع بعض. حبايبي، اول حاجة هبتدي بيها لم الغسيل، اللي انا اصلا ما بطقهوش، ما بحبش الم الغسيل ولا احب اطبق الغسيل، فانا هطبقه كده معاكم عشان نرتب كده ايه. لاني لما باجي المه من على الحبل بروح حاطاه كده، لان انا ما عنديش بلكونه وعندي شباك الكبير اللي انتوا شايفينه في الصاله ده، فبنشر فيه يعني وكده. فانا ايه رحت بقى لم الغسيل وحطاه كده واروح ملماه. ما بحبش احطه في الاوضه واركنه، اروح لماه من هنا واروح بقى ايه موزعه الهدوم، هدوم الاولاد في دوالبهم وهدومنا احنا في دولابنا وكده يعني. خلاص يا بنات، كل سنه وانتم طيبين. رمضان ايام يجري يا خساره، والله العظيم الواحد زعلان زعلان على رمضان. رمضان لو طول السنه يبقى كله رمضان كده. بصراحة شهر مبارك، شهر كله خير، شهر كله بركة. والله العظيم مش قادرة اقول لكم الواحد بيحبه قد ايه. رمضان ده يعني نعمة من نعمة ربنا علينا، والله العظيم، زي نعمة الصلاة وزي نعمة النعم اللي ربنا بيديها لنا كلها. الصيام ورمضان نعمة كبيرة قوي، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، وتقبل منا جميعا ويتقبل منكم. كل سنة وانتم طيبين. التنظيفة دي مش تنظيفة العيد، لسه هيبقى فيه تنظيفات كتيرة جدا، فانا بقى ايه مرة على مرة عشان مركنش. بصوا يعني هو مفاضلش، ما كانش عدى كتير قوي على التنظيفة بتاعت التنظيفة دي، يعني اللي هي الاولانية اللي هي بتاعت رمضان. بصوا طلعت قد ايه زبالة. يعني تخيلوا كده لو انا سبتها بقى لحد العيد هيطلع قد ايه. وبعدين احنا هنا بقالنا فترة النت عندي ضعيف جدا، فكنا احنا قعدتنا كلها في غرفة المعيشة، في تلفزيون فيها والسريرين طبعا انتوا مش عارفة يعني، اللي اول مرة يتابعني عاملة فيديو لغرفة المعيشة بزينة رمضان، زينة جميلة جدا، كانت اول مرة على اليوتيوب تنزل. ديكور حلو اوي رمضان، فممكن تخشوا وتشوفوا برضو الغرفة وتفاصيلها يعني. فاحنا كنا قعدتنا كلها في الغرفة، فمن ساعة بقى ما النت ضعيف واحنا بقينا بقى نقعد في الصالة. في الصالة بقى دلوقتي هلكت وبنقعد بقى ونشغل التلفزيون. بصوا يا بنات، هنا دي الكيس ده انا بمفاجأة اعمل لكم فيديو ليه. ده مشتريات انا اشتريتها من سوق التلات، نزلت سوق التلات وجبت حاجة جميلة جدا هعملها لكم في العيد للبيت يعني، وبسعر جميل جدا. يعني في حين لو انت جبتيه من بره الحاجة دي هتبقى غالية جدا، وانا جايباها بسعر رخيص. بصوا بقى المكنة دي بقى كانت في غرفة المعيشة برضو، فانا زهقت منها في غرفة المعيشة، مضيقالك الدنيا وكانت مغيرة النظام. كنت عاملة كده، انا بحب يبقى ليك فيه كده يعني ايه نظام معين في القعدة. في كنبة تبقى قدام التلفزيون، ما يبقاش فيه سرير، ما يبقاش فيه دولاب، يعني يبقى القاعد قاعد اتجاهه كويس، يعني يبقى عارف مرتاح وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون، السرير بيبقى في مكانه كده يعني. فدي كانت زحمالي الدنيا، فلان انا حاطه في غرفه المعيشه دولاب وسرين وانتريه كده فورجيه حديد يعني، وكنبه كده بحب اقعد عليها مريحه يعني في القعده. فدي كانت موجوده برضو كبيره، فانا ايه زحمالي الدنيا. فروحت بقى ايه، كانت الكرسيين دول، الكرسي ده والكرسي التاني كانوا تحت الشباك على طول. فكان الريسبشن عندي، الصالة عندي كانت كبيرة، كانت واسعة. فانا قلت بقى ايه ان انا اجيبها وادخلها الجزء اللي جوه اللي تحت الشباك اللي هو ورا الكرسي ده،
وخرج الكرسيين بره. هي هتصغر لي الجزء بتاع الصالة اللي هو الجزء الانتريه كله الكراسي وكده القعدة يعني، وهيبقى الجزء اللي ورا ده جزء منفصل لوحده. بصوا الأكياس دي أكياس شلت خداديات. انا بقى ايه يعني عملتها كده، كنت جايباها من عند اختي فعملتها يعني تحامي الايدين يعني كده شويه، لان انا ان شاء الله هبقى اغسل معاكم الانتريه ده على العيد باذن الله. يعني هعمل بقى كده روتين للعيد، تنظيفها جامده يعني، في غسيل الانتريهات وغسيل السفره وكده. بس كده. وبقى طبعا بقى ايه، طبعا انا كنت منضفه كده كده تحت الكراسي، بس عشان بقى ايه ما يكومش تراب، لان انا عندي شقتي بتلم تراب بسرعه جدا، والكنبه دي كنت شايلاها ومنضفه تحتها، بس هي عشان تقيله بقى انا مش هجرها. انا طبعا بكنس من تحت الكراسي الخفيفه دي، وكده كده انا ايه بالشرشوبه كده يعني هرد روحها، لان انا عاوزه الركن بتاع الصلاه ده انا عاوزه يعني اغسل يعني انضفه يعني وكده، لاني بيبقى ركن مش قادره اقول لكم مريح جدا في القعده بالليل في الصلاه، في صلوات التراويح. ما بصلي صلاه التراويح بقعد اصلي في الركن ده اللي هو ورا الكراسي يعني. فانا عملت الركن اللي هو بتاع ورا الكراسي ده للمكنه وركن للصلاه. بس كده. طبعا بقى شوفوا قد ايه زبالة طلعت من ولسه انا منضفة، بس هو عشان قاعدين على طول وولادي بقى ما شاء الله انتوا عارفين الولاد. والجيركن ده بقى ده جيركن التكييف يعني بتاع غرفة النوم، بس حاطينه هنا عشان ايه ما ينقطش في الشارع، لان في تحتينا جامع في العمارة يعني، فالناس بقى بتصلي صلاة الجمعة وكده ففي الشارع فما ينقطش عليهم يعني. بس وهنا بقى الكراكيب بتاعتي اللي هي بتاعت المكنة، بس انا ايه برضو رتبتها وظبطتها كده. بس والله انتوا عارفين انا فرحانة جدا بالمكنة في الصالة، مش مضايقاني، وانا ما بحبش يعني بحب الحاجة المحندقة، فانا مش متضايقة من الكرسيين ان هم خرجوا بره كده ان يصغروا لي يعني القعدة، حاسة بالدفى يعني من ساعة ما انا خرجت الكرسيين دول واحنا قاعدين على طول في الصالة، مع ان احنا ما كناش بنقعد خالص يعني من النادر ما كنا بنخرج بره، قعدتنا كلها في غرفة المعيشة. معرفش من ساعة ما خرجت الكرسيين دول بره وصغرت الجزء بتاع الصالة ده حاسه ان القعده بقت مريحه وحاسه بالدفى، وان الصاله كده محندقه، لان انا من النوع اللي بحب الحاجه المحندقه. هو الوسع حلو وكل حاجة يعني أنا مش فقرية بس ما اعرفش بحس كده بما بتكون يعني القعدة اللي انت قاعدة فيها كده محندقة وفي نفس الوقت مرتبة. فبصوا بقى الخداديات كده انا ايه حطيتها كده لحد بقى ان شاء الله اعمل لكم مفاجأة للعيد حاجة كده، لان انا كل الحاجات اللي انا عامله يعني بصوا المفروشات دي الخداديات دي انا كنت عاملاها لاختي ومفارش كتير هوريها لكم. لا دي لا مفارش كتير هوريها لكم، خداديات انا عاملاها، انا بحب اعمل الحاجات دي جامد وده عاملاه. وفي مفرش تاني للمقعدة بتاعت الكنبة دي بس انا شلته عشان اغسله، ان شاء الله هتبقوا تشوفوه معايا برضو. كنت عاملة فيديو للمفرش ده والمفرش التاني اللي هو بتاع الشلتة نفسها، طقم كده على بعضه جميل جدا انا اللي عاملاهم، كنت منزلة فيديو قريب يعني وعاملاه بمناسبة رمضان. وهتشوفوا برضو مفرش للسفرة اما اروح ناحية السفرة هتشوفوه. انا بحب اعمل الحاجات اللي هي الفنية دي، ده يمكن انا كمان انا يعني اهملت في الموضوع شوية او بقيت كسالية شوية. انا زمان كنت بحب اعمل الحاجات دي، معرفش حاسة ان انا يعني بقيت كسلانة شوية، وده برضو عاملاه كسلانة مع اني عندي افكار كتيرة حلوة بس مش عارفة ليه بحس ان انا كسلانة. بصوا بقى ركن الصلاة بقى هبتدي بقى ايه افرشه بعد ما مسحته، حاسة كده براحة، هو كان نضيف وكل حاجة، بس عارفة بقى اما يعدي كذا يوم او اسبوع او كده، هو من ساعة رمضان او ما عداش اسبوع، ده عدى اسبوعين 3 كمان، عدى اسبوعين وتشيلي كده وتنفضي السجادة وتكنسي من تحتها وتمسحي من تحتها وتشيلي المصحف تلمعيه وتنفضي كده الستارة اللي جنبك دي وتنفضي الشيلة اللي كانت محطوطة على الارض، تحسي ان فعلا كده انت نظفتي وتحسي بالراحة وانت بتصلي.
والاباجوره دي برضو بتنور لي بالليل وانا بصلي التراويح وانا بصلي الفجر. جميل جميل. اول ما تعملي كده ركن للبيت كده، في ركن في البيت، تقعدي بقى ايه في خلوة مع ربنا. والستارة دي بقى يا بنات انا كنت شايلاها ولسه فرشاها دلوقتي، يعني فرشتها بس مصورتهاش لاني كنت بغسلها، يعني شلتها وغسلتها ومن ساعتها ما ركبتهاش الا دلوقتي. حطيت بقى الشلت، بحب برضو بقعد كده. ودي كده مريالة مطبخ مكتوب عليها اهلا، مش اهلا رمضان، رمضان جانا. انا اللي عاملاها، وانا اللي عامله كلمه رمضان جانا يعني بالقماش. مقصه القماش على شكل رمضان ومخيطاه ومقفلاه وقلبته، وبعدين بقى ثبته على المريالة دي. مريالة مطبخ. انا كنت بعمل مرايل تحفة تحفة، بعمل مرايل للعرايس جميلة جدا. كنت بعملها اللي هي فعلا ما ينفعش ان انت تغسلي بيها مواعين، هي بس الاستقبال. وكنت اعمل عليها فواكه بالقماش. ما اعرفش، ما بقتش اعمل الحاجات دي الجميلة دي. عاوزة ابقى اعمل لكم حاجات زي كده، عشان يعني اللي حابب يعني يعمل حاجة زيها كده بتبقى سهلة جدا. كنت بعمل حوامل تتعلق كده، جيوب يعني بتتعلق على الحيطة، تحطي فيها للحمام، لأوض الأطفال، حاجات كده. بصوا بقى خلاص الجزء اللي ورا ده اللي هو الجزء بتاع الصالة، الريسبشن يعني فوق، خلصته. خش بقى على السفرة. السفرة برضو عندي نظيفة، بس يعني عارفين اللي هو تلميع برضو، بحيث ان الواحد يحس برضو بالنظافة، وفي نفس الوقت مرة على مرة ما يتكومش تراب، وتبقى نظيفة اول باول. لان انا كنت ملمعاها في تنظيفات رمضان وكده، وملمعة السفرة، بس ايه عارفين يعني ايه اللي هي تنظيفة كده ايه على الماشي، عشان اما يجي العيد يبقى الروتين بتاع تنظيفات العيد خفيف، ما يبقاش تقيل. لان انت بيبقى عندك كذا حاجة، ما يبقى ايدك في الحاجة اول باول هتبقى خفيفة. عندك اوضة النوم، وعندك اوضة المعيشة، ولو عندك اوضة تانية. انا عندي اوضة واحدة، وده المفرش اللي انا كنت عاملاه على فكرة. والصينية دي برضو عاملاها للي اول مرة يتابعني يعني. انا اللي كنت عامله الصينيه دي، كانت صينيه يعني كانت مرميه اصلا تحت الحوض، ما كانش ليها اي لازمه، كنت هرميها والله. وبقت جميله جدا زي ما انتم شايفين، بقدم عليها حاجات بس كده. ومش عارفه انا كنت بقول ايه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الفوانيس دي برضو بحبها قوي، بشيلها من السنه للسنه. وان شاء الله بقى الحاجه اللي انا جايباها من مشتريات سوق التلات هوريها لكم. مش عارفه بقى، انا في حيره، هبقى اقول لكم عليها اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، فانتوا تقولوا لي رايكم اعمل ايه بالظبط. انا مش عايزه اقول لكم عشان ايه تبقى مفاجاه، يعني بحب الحاجه اللي بعملها تبقى كده ايه في وقتها، وتبقى في الفيديو بتاعها، فاهمين قصدي. وبرضو بقى هشيل ايه المشاية. على فكرة هو في مشاية تانية زيها، بحط واحدة هنا وواحدة هنا، بس المشاية دي انا حطها في الطرقة اللي هي الصغيرة اللي هي بتاعة المطبخ والحمام. في يعني في طرق عندي بتدخل على المطبخ والحمام واوضه النوم لوحدهم كده، فدي حطها فيها. وحاطه بس واحدة كده والمفروض انا كنت غاسله حافظه لرمضان، يعني زي الكليم اللي فوق ده. الكليم اللي فوق ده جميل جدا، انا بحبه جدا. كنت هحطه تحت السفرة. على فكرة بقى انا عاوزه اقول لكم على حاجه، انا ليه بقى حطيت المفرش ده؟ عشان اما اجي اكنس بقى، انا لمعت السفرة في الاول، انا نسيت اقول لكم، لمعت السفرة في الاول. اما اجي اكنس التراب ما يقلبش السفرة تاني وما يجيش على السفرة تاني، فانا غطيته لحد ما اخلص واكنس الارض والمع وكده. وبعد كده في الاخر خالص زي ما انتم شايفين شلته زي كده ومسحت وشلته بقى، تبقى السفرة بتاعتي نظيفة بس كده. ودي فراولية جميلة جدا بحبها برضو. وادي الصالة بقت جميلة ومريحة، الله على الهدوء والجمال. بصوا مش قادرة اقول لكم والله كانت نظيفة، بس بعد ما انا شلت ونضفت ومسحت حاسة ان هي اكني عملت روتين من اول من جديد. فيعني لا بصراحة ما تمسحي حاجة يعني ترابيزة وكده تحس بالتجديد، تحطي مفرش جديد تحس بالتجديد، تنفضي مفرش تحس بالتجديد.
لو كل كام يوم كده الواحد يمسك كده وينظف، بصراحة هو الكسل هو اللي بيخلي الواحد يبقى كسلان. بس انا قلت لا، لازم اعمل الفيديو ده. قمت كده اتنشطت واتشجعت واصريت ان انا اقوم كده اعمل. ان شاء الله بكرة باذن الله. بصوا بقى، انا بوريكم الاضاءة عاملة ازاي، والفانوس ده انا بحبه قوي. وان شاء الله اما اغسل المفرش بتاع الكنبة دي هبقى احطه واوريهولكم. جميل جدا. وادي ركن الصلاة. تخيلوا بقى الكرسيين دول كانوا تحت الشباك، كانت الحتة دي كلها واسعة، كانت جميلة. بس انا ما اعرفش ليه حابة النظام ده، حباه جدا. محندق كده الصالة ومخليها كده جميلة وحلوة، والمكنة برضو مش باينة خالص ولا اي حاجة. والطرق برضو عندي طرقتين برضو زينتهم بزينة رمضان، جميلة جدا. والستارتين دول انا كنت حاطه ستاره غير دول، كانت لبني كده، بس انا غيرتها وشلتها. وان شاء الله هحط لكم على العيد ستاره تانية بقى، بس كلها دلع بقى، دلع كده فرفوشه جميله. ستاره حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله يعني. وادي بصوا السفره، على فكره يا بنات، السفره دي ما كانش مكانها هنا، كانت فوق مكان الريسبشن، بس كنت حباها فوق جامد. بصوا كانت في النص كده وجميله. ومن ساعه ما انا نزلتها والله جوزي هو اللي جبرني ان انا انزلها، لان كنت حاطه الانتريه في الجزء الصغير اللي تحت مكان السفره ده، فالجزء اللي تحت ده كان صغير جدا غير اللي فوق. فكان بس كانت السفره كده مستقله بذاتها فوق، وكانت جميله، وكانت لونها بني قبل يعني ما اطلعها فوق، كانت لونها بني. بعد ما دهنتها ابيض طلعتها فوق وكانت جميله جميله جدا. وانا كنت نفسي اطلعها، بس هو المشكله ان الجزء اللي تحت اصغر من اللي فوق. فانا بقى ايه، عشان اخليها زي اللي فوق بالظبط، ان هي كانت في النص، خرجتها ما لزقتهاش على الحيطه ولا اي حاجه، مخليها برضو في النص. هي مصغره المكان والداخله، بس حباها وهي في النص كده. معلش يا بنات سرحت في الكلام، الفيديو خلص. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسوش لايك واشتراك.